القصة حقيقية بي صارت. بيك؟ اي نعم. يعني أنا عايشها، نعم. كتبت عليها. يوم من الأيام كنت بالسوق أنا وإبراهيم الكوف أخوي، فأجاني اتصال قالوا ابن جيرانك توفى. جاري وعشرة عمر جايرة شايفتهم. أكيد. فرجعت بساعة، وصلت للبيت ماكو صايح، لا نسوان صيح لا زلم تبكي. بالمضيف عندنا المضايف هناك. نعم. الدغارة كلها مضايف الله يخليها. لقيت ناس وصابين السفرة وتتغدى الناس كانوا من البصرة. زين. فسألت أخوي قلت له أخوي شنو السالفة أنت ناصب علي؟ اي قال لا بعدين تدري. زين. فرحت دقيت الباب على جيراننا، سمعت اكو صوت طلعت امي بيتها هاي لو شيء مثل هاي لو شيء. لا صح. طلعت والدتي واقفه على نسوان جيراننا. نعم. احنا اول ما صابين السفره عندنا خطار متوفي ابن جيراننا. فامي لازمه العصه ورايحت لهن، قالت لهن تبكي اموتهم مكانه. زين. اخليها تنمد بصفه. ما تريد عندنا ناس خلي يتغدون ويروحون وصيحن، خاف يقطعون الزاد. قد طيبه. قلت امي على اخوي المات. ايه. على اخوي المات قالت غفها ونام. صاحت لما الخطار خلص غدا وقام. الله الله الله، جميل. دار من الام. هاي دليل على انه هي حنينه. حنينه قلبها إيه. طيب وهي بنت عرب حس شيء. طبعا اكيد حياتنا الها. الله يخليك. بعد قلت بالوالده. ويا القبله كنش توم. ويا القبله كنش توم شابيها شلي. السجاده فرها عليك يمه من صل. المخترع والمحسود والعنده لوعات. المخترع والمحسود والعنده لوعات عصابة ودواء وصفة وسبوع. سيد محمد الحسني تحياتنا إلى شاعر مبدع. نعم. هاي صاحبته تزوجت ولاقتها بشارع، قالت لها فلان وياها جهالها. إيه. هو باوع بوجهها قالها من تو هسه الشوق هزك على هواك. وشلت عمر ظليت واتفاشل وياك. الله. تحياتنا للشعراء. شاقل لي تو الشوق. شاقل لي تو الشوق يهزك على هواك. البيت هذا قريب من عندك.